السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، أحلى كيش اللي ممكن تجربوها بعجينة اقتصادية وتجيكم هكا هشيشة ومقرمشة في نفس الوقت. وجبت لكم بديل صلصة البيشاميل اللي راح نديروها بكريمة طازجة والحليب والبيض. تجيكم أحلى من كريمة البيشاميل. نروح نكتشفوا مع بعض وصفتها نهار اليوم. الحاجه الاولى نديرو 125 غرام تاع زبده، نضيفوا لها حبه بيض، نضيفوا لها ملعقه كبيره تاع السكر وملعقه صغيره تاع الملح. ملعقه صغيره تاع الملح ما نكثروش، ما نعمروهاش كما نقولوا حنايا. هاكا نحلوهم مع بعض بهذه الطريقه. نضيفوا الفرينه تاعنا تدريجيا بهذه الطريقه. انا ما نضيفوهاش ضربه واحده كما قلت لكم، دائما نضيفوها غير تدريجيا حتى نتحصلوا على هذه العجينه اللي تكون طريه كما لاباط صابلي. نجيبوا هنا المول هذا تاع الكيش اللي عندي اللي ينحل من التحت. انا تقدروا تستعملوا اي مول يكون عندكم تاع الزجاج ولا اي حاجه متوفره عندكم في الدار، ولا تقدروا ديروا حتى كاغي. انا جبت هنا بلاستيك باسكو باش تساعدني باش نقلب العجينه تاعي فوق المول. نحلها بهذه الطريقه، شوفوا كيفاش نقلبها. فوالا تجيكم هنا سهله، لان ما راكوش رايحين تقدروا ترفدوها. كي نقولوا كي ترفدوها تكسر معكم، دونك ديروا ساشي هو اللي يكون يسهلكم العمليه. انا هنا شفتها مازالها شويه خشينه، راني نزيد نحل فيها. حليتها بهذه الطريقه، نحي لها هذوك الجوانب تاع الكيش تاعنا، ديروا كوبات احسن. بعد ما كملت نحيت الحواف تاع العجينه تاعنا، نبيكيها بفورشيت ونخليها على جانب. هنا نروح نحضروا مع بعض لاباريل كيش تاعنا. نضيفوا نص كاس تاع الحليب، نص كاس كريمه سائله، واللي ما عندوش كريمه سائله يقدر يدير غير بطاطا ياغوت ناتور ولا هذاك الجبن طازج اللي يكون عندك. نضيفوا ملعقه كبيره تاع فرomاج فوندو. انني وريتكم الفرomاج اللي نخدم به لانه بزاف جاوني تساؤلات على الفرomاج. ضفت حبه تاع البيض، نضربوهم هكا مليحتين، حنا داك الفرomاج نحسوا بلي كنحل هو والبيض. بالنسبه لي الفرomاج اللي نستعمل هذا هو. نضيفوا رشه تاع الفلفل الاسود، بيان سور نديروا رشه صغيره تاع الملح، ما تكثروش لانه ديروا حسابكم تاع الفرomاج. هنا الفرomاج تستعملوا اللي يكون عندكم، مي انا نفضل هذا موندور لانه عنده غو شباب. نضيف الزعتره، هنا تضيفوا اي حاجه تبغوها. انا نبغي الزعتره في لي صوص تاعي. هذا هو الحشو اللي راح نستعملوه، اللي كنت قليت الدجاج مع البصل، قليتهم حتى تحمروا، درت لهم لي زيبيس، الملح، فلفل الكحل، درت لهم السنه تاع الثوم، درت لهم سكنجبيل، لي زيبيس تاع الدجاج ولا لي زيبيس تاع الشاورما راهم يتباعوا، يجيكم غو تحفه في الغو. نقليهم مليح حتى تشوفوهم حماروا، عاده باش تنحوهم وخليهم يبردوا. انا ضفتهم هذاك الخليط تاعي. نضيف لهم هنا الفرomاج تاع لي زامبورغر، انا اختياري. الا عندكم غودا ولا عندكم اي فرomاج يكون تعتمدوا عليه في الدار ويكون شباب وبنين بيان سور، ديروا حسابكم اي حاجه ديروها بنينه راح تخرج لكم الوصفه بنينه. نفرخها هكا، ما لازمش تعمروها مليح لانه ديروا حسابكم بلي راح تنفخ معكم في الفرن. انا بيان سور كنت شعلت الفرن تاعي 180 درجه نص ساعه من قبل، شعلتها من الفوق ومن التحت. ندير لها الفرomاج رابي من الفوق. انا هنا بعد ما كملت هذاك الفرomاج ندخلها الكوشه اللي كنت شعلتها من قبل. ماذا بكم تشعلوها من تحت حتى تشوفوها حمارت من لي كوتي، ومن بعد شعلوا لها من الفوق راح تحمر. الله الله، نروح نشوفوها مع بعض في طبق التقديم. كيما راكم تشوفوا راهي محمره. الله الله، كيما يحبها الخاطر. هذاك الفرomاج راه داب من الفوق، درت لها تزيين بالورده تاع الطماطم. نتمنى تكون عجبتكم وصفه تاع اليوم ونالت اعجابكم، ونروح نشوفوا الوصفه القادمه ان شاء الله.